General exercise on unit 1 page 47. حلينا قبل كده number 1. دلوقتي هنحل from number 2. 2a represent each of the following in the number line. ومديني مجموعة numbers أو مجموعة decimals. بيقول لي represent على number line ورسمهولي number line. يبقى لو ملاحظين ما بين كل number والتاني ما بين ال 7 وال 8 مثلا في 9 lines أو 9 dashes. كل dash أو كل line معناها 0.1. يبقى من بعد ال 7 أول line هيبقى 7.1، تاني line 7.2، تالت line 7.3، الرابع 7.4 and so on 7.5 7.6 لحد ما هوصل لل 8. اوكي. طب يبقى لو هعمل represent لل 7.2 يبقى من بعد ال 7 بكام line؟ ب 2 lines. اعمل circle واكتب 7.2. تاني حاجة 8.7 يبقى after ال 8 ب 7 lines هعمل circle واكتب 8.7. 9.4 يبقى من بعد ال 9 ب 4 lines نعمل circle ونكتب 9.4. 9.9 يبقى كمان من بعد ال 9 هعد 9 lines واعمل circle واكتب 9.9. اوكي. يبقى كل line او كل dash معناها 0.1 او اللي هي يعني 0.1. بعتبر كل line في النمبر line ب 0.1. نمبر بي بيقول لي write the value of the underlined digit. يعني ايه value؟ يعني ايه place value؟ نراجع كده بسرعه على البليس value. هو طالب الفاليو بس. ال 3 مثلا اللي في الديسيمال اللي هو اول نمبر يعني او اول ديسيمال، ال 3 دي فين؟ في ال 100th digit. يبقى لو كان عايز البليس value يبقى هكتب ايه؟ 100th. هو هنا عايز الفاليو، يعني النمبر ده بكتبه ازاي كفاليو؟ يبقى ال 3 في ال 100 يبقى كانها 3 over 100 اللي هي 0.03. تتكتب as a number يعني او as a decimal ازاي؟ اوكي، تبقى 0.03. طب لو مش عارفين بنعمل ايه؟ بكتب 3 زي ما هي وبخلي اللي قبلها كله واللي بعدها بزيروز. اوكي، يبقى 0.030. طب الزيروز الزياده متفقين ان الزيرو اللي في الرايت هاند سايد ملهاش لازمه بكنسلها، والزيرو اللي في الليفت هاند سايد في النمبر بكنسلها، تبقى 0.03. نفس الكلام هعمله في ال9 اللي هي في التنث ديجيت اللي بعدها. ال9 في التنث معناها ايه؟ معناها 9 over 10 اللي هي 0.9. يبقى ال9 تنث على طول معناها 0.9. مش عارفين هنعمل ايه؟ هكتب ال9 واخلي اللي قبلها واللي بعدها كله بزيروز، يبقى 0.90. اكنسل الزيروز الزياده سواء في الرايت هاند سايد في الديسيمال او في الليفت هاند سايد في النمبر، تبقى برضو 0.9. اوكي. again ال 3 فين؟ في الثاوزندث والسي اتش، يعني 3 over 1000 اللي هي 0.003. لو مش عارفين ان 3000 معناها 0.003 هنكتب ال 3 ونخلي اللي قبلها او اللي بعدها كله بايه؟ بزيروز، يبقى 0.003. ال 9 بتاعت برايمري 1، 9 في اليونت معناها ايه؟ معناها 9. 9 unit it means 9. لو مش عارفين برضو نفس الكلام نكتب 09.00. اكنسل الزيروز اللي في الديسمال اللي في الرايت هاند سايد اللي ملهاش لازمه، والزيرو اللي في النمبر تبقى ايه؟ تبقى برضو 9. اوكي. ال 3 برضو شغل برايمري 1. ال 3 في ال 10 تبقى اسمها ايه؟ 30. 3 tenths يعني 30. اوكي. لو مش عارفين ان ال value of 3 30 نفس الكلام هكتب كل اللي بعدها بزيرو، يبقى 3 0.000. في 3 زيروز في الديسيمال ملهمش لازمه هكنسلهم، تبقى برضو equal 30. نمبر 3A complete with a suitable digit. نفس اللي احنا حليناه في الاكزامبل اللي فات ان انا هجيب الفاليو، بس هنا بطريقه تانية. بيقول لي 812.297 equal 812 بلس ايه؟ ايه الفاليو اوف ال2، ايه الفاليو اوف ال9، وايه الفاليو اوف ال7؟ الفاليو اوف ال2 في التنث تبقى 0.2. طب الفاليو اوف ال9 في الهندردث تبقى 0.09. الفاليو اوف ال7 في الثاوزندث تبقى 0.007. يبقى كنسلت الديجيت اللي قبلها او الديجيت اللي قبلها خليتها بايه؟ بزيرو، ده عشان اجيب الفاليو. يبقى الفاليو اوف ال2 0.2، الفاليو اوف ال9 0.09، الفاليو اوف ال7 0.007. نمبر 3B بيقول لي find the result. عملية addition. بعمل الاديشن هنا هو مديهم لي horizontal بالعرض، انا لازم احطهم فوق بعض عشان يبقى اسهل لي يعني، فاحطهم فوق بعض بحيث ان لازم الديسمال بوينت تبقى تحت الديسمال بوينت. بعد ما كتبتهم لقيت ال7 اللي هو في 12.237 ال7 فوقيها ديجيت فاضي هخليه بزيرو اسهل لي يعني، وال1 اللي في 12 برضو فوقيه ديجيت فاضي هخليها بزيرو، اللي هم التو زيروز اللي انا عاملاهم بالاحمر.
اوكي نعمل بقى الاديشن سهل جدا. 0 بلس 7 ب 7، 8 بلس 3 ب 11، 1 and carry 1، 1 بلس 9 ب 10 بلس 2 12، احط البوينت ما انساش، بعدين carry 1، 1 بلس 7 8 بلس 2 10، 0 and carry 1، 1 بلس 0 ب 1 بلس 1 ب 2، تبقى 20.217. يبقى لازم احط الديسمال بوينت تحت الديسمال بوينت. لو في ديجيت فاضيه بملاها بزيروز عشان تبقى النمبر اوف ديجيتس متساوي. بعد كده بعمل الاديشن عادي جدا، في كاري بحطه مفيش خلاص. نفس الكلام سبتراكشن، يبقى لازم احط التو نمبرز فوق بعض، الديسمال تحت الديسمال في الاول. لاحظت ان ال 3 اللي فوق مفيش نمبر تحتها احطه بزيرو، ال 2 اللي هي بتاعت ال 24 تحتها فاضي احطه بزيرو، اللي هما التو زيروز اللي بالاحمر. سبتراكشن بقى عادي، 3 minus 0 ب 3، 1 minus 7 it cannot be، ناخد من الزيرو ما ينفعش، ناخد من ال 4 بقت 3 والزيرو 9، ال 1 بقت 11 minus 7 ب 4، 9 minus 9 ب 0، ما انساش الديسيمال بوينت. 3 minus 4 it cannot be، هاخد من ال 2 بقت 1 وال 3 بقت 13 minus 4 ب 9، وطبعا ال 1 minus ال 0 ب 1. بقى subtraction عادي جدا اللي هو بتاع primary 1 وبتاع primary 2. اوكي. نمبر 4 بيقول لي حسام has BT 425 and his sister Hind has 975 piasters. طبعا البي تي هو البياسترز، يعني الاثنين نفس العملة، يعني نفس الحاجة. Find the difference between what they have بس in pounds. هما الاثنين الفلوس اللي معاهم بالبي تي او بالبياسترز، هاتهم بقى بالايه؟ بالباوندز. يبقى الاول حاجه اجيب الديفرنس بالبي تي زي ما هو 975 minus 425، الفرق ما بين الاثنين subtraction عادي هيديني 550 بي تي. يبقى بعمل subtraction عادي، 5 minus 5 ب 0، 7 minus 2 5، 9 minus 4 ب 5، ما فيهاش اي مشكله. اوكي ده بالايه؟ بالبي تي. from بي تي ل ال اي او لباوند، البياستر يعني بي تي والال اي اللي هو الباوند. اوكي هو عايزه بالباوندز، يبقى عامل ديفايد من البياستر للباوند ديفايد 100، يبقى هعمل ال 550 ديفايد 100 اللي هي كأنها 550 over 100 كفراكشن يعني. دلوقتي اقدر اجيبه كديسيمال، يبقى هكتب 550 واحط الديسيمال بوينت افتر ايه؟ 2 digits، 2 zeros تحت اهو، يبقى افتر 2 digits من الرايت هاند سايد، يبقى ما بين ال 5 وال 5 تبقى 5.50 او 5.5 ايه؟ باوندز.